ما تيجي اعلمك طريقة عمل اكلة افغانية اسمها كابلي بلاو، انما ايه حاجة كده مميزة. يلا بينا، يلا بينا. هجيب الحلة بتاعتي وهنزل بشوية من الزيت وشوية من السمنة، وهجيب جزرتين وابدأ اقلب فيهم. واول ما يجيبوا التسوية دي هقوم جاي نازل ببولة من الزبيب، واول ما اقلب كده ارفع على طول. هجيب اللحمة بتاعتي، هدي معلقة توم ومعلقة فلفل اسود ومعلقة كزبرة ومعلقة من الكمون ومعلقة من الملح، واقلب كويس وارجع للحلة اللي احنا سوينا فيها الزبيب والجزر. هبدأ انزل باللحمة بتاعتي بالشكل ده، واجيب معايا حبهان وزهرة ينسون وشوية من القرنفل، وجبت 2 قرن فلفل سبايسي عشان يطعموا، وهنزل ببصلتين متقطعين شرايح بالشكل ده، وهنزل بقرفة وراولو، واجيب الكمية او نص الكمية بتاعت الجزر والزبيب، وابدأ اشوحهم كلهم كده مع بعض. وبعدين هنزل بمية سخنة وابدأ اقلب لحد ما اتأكد ان اللحمة استوت. واول ما اللحمة تستوي تمام هبدأ انزل بالرز بتاعي، واول ما انزل بالرز واقلب هدي نص الكمية التانية من الجزر والزبيب بالشكل ده، واغطي كويس واسيبه على نار هادية لمدة لا تقل عن تلت ساعة. وبعد تلت ساعة هبدأ افتح على الرز. هنفتح سوا اهو، شايفين الشكل عامل ازاي؟ حاجة كده ما شاء الله، ريحة في حتة تانية خالص. شايفين الرز مستوي ازاي؟ كل حاجة واخدة حقها، من اللحمة للرز للجزر، كل حاجة مية مية. وبكده بقى معايا أفضل وأحسن وأجمل وأشيك طبق كابي بلاو. هي أكلة أفغانية بس حاجة مميزة، من شكلها ولا طعمها ولا تستها، والله العظيم حاجة خطيرة. جربوها هتعجبكم، بألف هنا وشفا.